ازيكم؟ يا رب تكونوا زي الفل وزياده شويه. الفيديو بتاع النهارده هكلمكم عن زيت الروزماري وازاي بنقدر نستخدمه عشان ننبت الشعر، ايه البحوثات اللي اتعملت عليه، التجارب اللي اتعملت عليه، نستخدمه ازاي، نجيبه منين، نعمل سبراي ولا لا، نعمل ايه، كل حاجه عن زيت الروزماري. لانه بصراحه هو طالع بقاله كتير، بس انا ما بحبش اتكلم عن حاجه غير لما اجربها الاول، غير لما اجرب كل الطرق بتاعتها، غير لما ادور وراها علميا واشوف وراها ريفيوهات لناس حقيقيه بره وجوه مصر. فبما ان الموضوع ما كانش سهل والموضوع بجد كان طويل وفي ناس كتير قوي ابس اند داون، وده بيطلع شيب، لا ده كويس، لا بيخلي الشعر لونه اقوى، لا ده بيضيع لون الصبغه، وكلام كتير قوي بيطلع عن الموضوع دوت. فخلوني اقول لكم باختصار ايه الحوار ده. قبل ما ابدا ما تنسوش الفيسبوك والتيك توك والانستجرام، ولو عندكم كومنتس سيبوهولي تحت، انا برد خلال اول يومين او 3، ولو موضوع طارئ ومهم ابعتولي على الانستجرام، ما تنسوش تعملوا فولو. يلا بينا. طيب بصوا كده، ايه الحدوته اللي قامت على زيت الروزماري؟ الموضوع بدأ بان شخص عنده صلع وراثي، راجل عنده صلع وراثي، قرر ان هو يستخدم زيت الروزماري دوت لمده 6 شهور يوميا على فروه الراس، وبيقعدوا فتره بيغسل شعره او بيزودوا على زيت تاني وبيقعد يعمل بيه مساج. الراجل ده بعد 6 شهور الصلع الوراثي اللي عنده اتلغى، وبدأ فعلا يبقى فيه شعر يطلع حاجه كده شبه الراجل اللي انا هوريه لكم دلوقتي ده. استخدام زيت الروزماري اتثبت ساعتها علميا بالتجارب، وعلميا اللي هو على الورق بالمكونات اللي بيحتويها، ان هو بيقلل هرمون الدي اتش تي اللي هو بتاع الصلع الوراثي اللي بيوقع الشعر. كمان بيحتوي على مواد تانية بتساعد على تدفق الدم المتحمل بالاكسجين لفروة الراس والجلدة الراس، فبالتالي الشعراية بتقدر تطلع كويس قوي. من الاخر جدر الشعراية بقى صحي جدا، واصل له دم وفيه اكسجين كتير، الدورة الدموية متنشطة، والهرمون اللي بيساعد على التساقط الوراثي دوت اللي هو الدي اتش تي بيقل. فتقريبا كده زيت الروزماري هو لغايه دلوقتي جوكر، مع العلم ان الراجل استخدمه لمده 6 شهور بشكل مستمر، وان هو بيعادل المونوكسيديل 2% مش 5%. بس احنا بقى سيبنا ده كله ورحنا لقينا الناس كتير قوي عماله تعمل سبراي روزماري سبراي روزماري، ما خدناش بالنا ان البحث لما طلع على زيت الروزماري مش على ميه منقوع الروزماري، which is too much different. بجد في فرق ما بينهم كبير، محتاج ان احنا نقعد كده ونفهم. منقوع الروزماري ممكن فعلا لما نكون بنجلي اعشاب الروزماري اذا كانت جافه او صحيحه اللي هي فريش، ممكن يكون فعلا لما بنجليها او بننقعها في ميه يكون بتسقط منها بعض قطرات الزيت. هل ده كلام علمي؟ لا انا معرفش، بس ده المتوقع بما ان في ناس بدات تقول فعلا ان السبراي بيجيب معاه نتيجه. انا كجاكلين استخدمت السبراي ده فتره طويله، وعملت لكم قبل كده فيديو عنه، عن الطريقه اللي انا بستخدمه بيها وعن الطريقه اللي انا بعمله بيها، ما حسيتش بيه بنتيجه قوي. كمان السبراي مشاكله كتيره، في كتير قوي بيقولوا ان طلع لهم شعر ابيض، وفي ناس بتشتكي ان الصبغه لونها ما بقاش كويس، وفي ناس بتشتكي ان هو بينشف الشعر. فكل الموضوع بس عاوز مننا ان احنا نركز ان البحث دوت والدراسه العلميه دي قامت عشان الزيت، مش عشان السبراي ولا المنقوع ولا الكلام ده. وبكده نبقى فهمنا اول نقطه، ان زيت الروزماري هو اللي بيساعد على تطليع شعر جديد، على تنشيط الدوره الدمويه، على تقليل الهرمون دي اتش تي بتاع الصلع الوراثي. لو انا عايز اشتغل ان انا املى فراغ، او ان انا اطلع شعر جديد، او ان انا اعالج الصلع الوراثي، هلتزم بحاجتين، الزيت والصبر. طب يا جوكا، احنا دلوقتي عايزين نعرف الزيت دوت نستخدمه ازاي. زيت الروزماري من الزيوت الاسنشال العطريه اللي ممكن تعمل اريتيشن وتوقع فروه الراس كلها لو استخدمناها بشكل مكثف كده ويخض على فروه الراس، لان بصراحه مفيش طبقه جلد ممكن تستحمل اي زيت عطري عامه. هتحسوا دايما بهيجان كده في فروه الراس بسبب اي زيت عطري استخدمتوه لوحده، وخصوصا لو جبتوه خام. اكيد طبعا هنبقى محتاجينه خام علشان نطلع الشعر، ولا ايه؟ الحقيقه يفضل جدا ان هو يستخدم لو خام. طيب خلينا بس نركز في نقطتين. اول حاجه، انت لسه قايله انه لو خام هيتعبنا، ما احنا هنحتاج نخفف. بالظبط، احنا هنجيب الزيت الخام دوت من 3 اماكن، انا اللي اعرفهم 3 الاماكن دول، ممكن يكون في اماكن تانية يبقى امانه ربنا انا ما اعرفش، وانا دايما بقول لكم على اللي انا جربته. حاجه تانية انا ما جربتهاش مش هقدر اتكلم عنها، فما تسالونيش، ما تقلقوش، انا لو اعرف اقول لكم، صدقوني انا اصلا فتانه وبجري لكم منها. اول حاجه، اول مكان مركز البحوث، وده اللي انا بتعامل فيه، وامتنان ونفرتاري. دول ال3 اماكن اللي عندهم زيت الروزماري خام 100%، هنجيبه واحنا واثقين ان ده خام 100%، نقدر نستخدمه في حاجتين. الحاجه الاولى ان احنا نضيفه على اي زيت ناقل، او اللي هو اسمه كارير اويل، اللي هي الزيوت الحامله للزيوت العطريه ديت، بتقدر انها تاخد الفايده بتاعتها وتديها لنا، بس بشكل ايه؟ بالراحه، من غير ما الفروه تلتهب او يحصل اي اريتيشن او تهيج في الفروه. ايه هي الزيوت دي؟ احلاهم زيت جوز الهند وزيت الجوجوبا، ممكن كمان السمسم، وممكن لوز الحلو. انا بعشق جوز الهند،
ممكن نجيبه منين يا جوكا؟ ده في اماكن كتيره جدا، ممكن المصريه، ممكن اورفلام، ممكن باراشوت، ممكن امتنان، ممكن نفرتاري، وكمان ممكن مركز البحوث. وبكده نبقى جبنا زيت الروزماري وجبنا الزيت الناقل اللي احنا عاوزينه دوت. هنخلطهم ازاي؟ هنخلط ان الكميه الاكبر تكاد تكون 3/4 او اكتر بشويه، حوالي 80% من الزيت الناقل، و20% اللي هو كام نقطه من بعيد لبعيد من زيت الروزماري. ده هنستخدمه في حمام الزيت. يعني احنا بنعمل حمام الزيت مره في الاسبوع، بنجيب مقدار معلقه، عارفين المعلقه العاديه، معلقه الشاي الكبيره دي، مش المعلقه الصغيره، معلقه الرز طيب الشوربه، بنجيبها وبنملاها زيت جوز هند مثلا او الزيت الناقل بتاعنا، 5-6 نقط من زيت الروزماري الخام. المعلقه دي تتحط كلها على الفروه في كل حته. خطوه مهمه جدا وهي المساج هو اللي بيساعد ان الزيوت دي تدخل بشكل احسن، وان هو ينشط الدوره الدمويه بشكل اسرع، علشان كل حاجه تساعد بعضها بافكت اسرع، وكمان علشان الزيت ما يبقاش قاعد في حته معينه، فالفروه مش هتعرف تمتصه من غير مساج، فيفضل قاعد وبعد كده يعمل لكم طبقات من القشره وترجعوا تقولوا شعرنا بيقع ليه. وشعرنا بيقع عشان في طبقات زيت كتيره هو مش عارف يمتصها، فما فيش مساج، فخلاص خليني شويه مع التراب، شويه هنا شويه هنا، خلاص انا بقيت قشر. دايما لما تعملوا حمام زيت ركزوا قوي ان انتوا لازم 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 تعملوا مساج كويس. الكميه اللي يتحط على الفروه ما تزيدش عن معلقه، ايا يكن نوع حمام الزيت اللي بتستخدموه، دايما خليكم في معيار معلقه على فروه الراس. طيب يا جوك، احنا كده عرفنا نستخدمه ازاي لو حمام زيت. طب لو احنا عاوزين نعمل زي الراجل دوت وعايزين نستخدمه كل يوم، اكتر طريقه انا لقيتها مناسبه جدا وبتطلع شعر كويس جدا، وبحس فعلا ان فروه راسي كانها كده حصل لها بجد نوع من انواع التنميل، وخصوصا تاني يوم، استخدام زيت الروزماري على ميه مقطره من الصيدليه. انا بعمله ازاي؟ السبراي دوت، انا مبدئيا السبراي ده بجد بجد فرق جدا في تقل وكثافه شعري، وكمان في ان هو ملى الفراغات. يعني الحته دي ما كانتش كده وانتوا عارفين، انا بوريكم دايما. كمان نشكر الله في بيبي هير كتير قوي. هقول لكم بعمله ازاي. انا بجيب ميه مقطره من الصيدليه، كيس بيبقى 2 ب3 جنيه، بحط منه 15 سم. بعد كده بحط 15 نقطه، بمعنى ان كل سنتي ميه عليه نقطه من زيت الروزماري الخام اللي انا بجيبه من مركز البحوث. ده بيستخدم ازاي؟ ده بيستخدم يوميا على فروه الراس. بالليل برش كام رشه على فروه الراس، بعمل مساج كتير لغايه لما فروه الراس احسها ما بقتش مبلوله بسببه، ان هو ميه في الاول وفي الاخر مخلوطه بنسبه قليله من الزيت. هحطها على فروه الراس هتبل فروه الراس. اعمل ايه يا جوكا؟ اروح عامله مساج كتير لغايه لما احس ان فروه الراس بلعته. دي كده تاني طريقه اللي انا بحبها جدا علشان استخدم زيت الروزماري بشكل يومي علشان انجز في النتيجه، لان البحث كان بيقول كان بيستخدمه يوميا لمده 6 شهور. المميز كمان في دوت ان لغايه لما تخلصيه هو مش هيبقى اكسباير، على عكس المنقوع اللي كان لازم يتجدد كل 3-4 ايام او كل اسبوع. ده لا، ده يقعد معاكي شهر لغايه لما يخلص، بقى كده جدديه. كده دي الطريقتين اللي انا استخدمت بيهم زيت الروزماري، طلعوا لي شعري فعلا وفرقوا جدا في كثافه شعري بجد مش هزار. وانا بقيت بحس ده في ايدي، عارفين ان هو في فرق ما بين اللمسه زمان وما بين الايام دي. ده كده زيت الروزماري والبحث العلمي اللي عليه، والمفروض هياخد مننا وقت قد ايه علشان يظهر نتيجه على شعرنا، وتجيبوه منين وتخلطوه ازاي والنسب بتاعته. زيت الروزماري بيعادل المينوكسيديل 2%، فهل يا جاكلين هيوقع الشعر زي ما المينوكسيديل لما بنوقفه بيوقع الشعر؟ الاجابه هي لا. معروف عن المينوكسيديل ان هو اول ما بنبطله كانه بجد بينتقم مننا، اللي هو انتوا بطلتوني، طب بقى كل الشعر اللي طلعته انا هوقعه. بس الروزماري الموضوع عنده مختلف شويه، لان الروزماري بيساعد على تنشيط الدوره الدمويه ويوصل الدم اللي فيه اكسجين، وبيقلل من الدي اتش تي، اللي لو وصلنا ان احنا بجد قللناه خالص يبقى احنا كده عالجنا الصلع الوراثي. لو انتوا بقى جيتوا في النص قبل ما توصلوا لمرحله ان انتوا خلاص قتلتوا الدي اتش تي دوت ووقفتوا الروزماري، ساعتها الروزماري بتبقى نسبه الدي اتش تي هو حاول يقللها بس انتوا ما كملتوش فهو وقف، فنسبه الدي اتش تي تبدا ترجع تاني، فيرجع الشعر يقع، فنقول ده الروزماري لما بطلناه عمل زيه زي المينوكسيديل. مع ان الحقيقه غير كده. الفكره ان الروزماري عاوز استمرار زي المينوكسيديل، بس لو بطلناه مش هيضايقنا زي ما المينوكسيديل بيضايقنا. يعني مثلا انا نسيت كتير جدا 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 ان انا احطه، ومن غير التحدي بجد بنسى ان انا استخدمه، وساعات بحطه يوم و10 لا. هل حسيت بتساقط كبير او ان انا شعري بيقع؟ لا. فاخيرا يعني عشان ما تهوش مني، زيت الروزماري مش زي المينوكسيديل خالص في موضوع ان احنا لما بنبطله بيقع علينا الشعر اطلاقا. ضيفوه بس على حمام الزيت مره في الاسبوع. لو عايزين نتيجه اسرع اعملوه السبراي دوت، بجد هيفرق معاكم جدا، وهيفرق جدا 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 في طول الشعر، لان هو كمان بيساعد على تطويل الشعر، وهيفرق معاكم في كثافه الشعر، وده هتلاحظوه بجد من بعد 3 أو 4 شهر. بعد 6 شهور هتحسوا بجد ان هو لا، في شعر يا جماعه، وخلاص شعرنا بجد اتملى، والمناطق اللي فاضيه لا طلع فيها شعر. بالمناسبه الروزماري ليه كذا اسم تاني، يعني مثلا مركز البحوث بيسميه حصل لبان، كمان هو ليه اسم اكليل الجبل. اعتقد كده انا تقريبا قلت لكم كل حاجه عن زيت الروزماري وعن سبراي الروزماري ومنقوع الروزماري، فانتوا كده تقريبا مش محتاجين حاجه مني تاني.
بناء عليه اشوفكم في فيديو جديد، يا رب تكونوا انبسطتوا واستفدتوا، ولو عندكم اي كومنت ما تنسوش تسالوني في الكومنت تحت. باي باي.